اكتبوا لي في الكومنتات تحت المدرسه عندكم هتفتح امتى. ازيكم؟ جنتكم بالف خير وعافيه. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. النهارده رجعت لكم بفيديو العوده الى المدرسه ونصايح هقولها لكم عشان المدارس قربت. ممكن المدارس ما قربتش كتير قوي عندكم، في ناس المدارس بدات عندها. المهم حبيت اعمل الفيديو ده من بدري عشان المعلومات دي تكون عندكم قبل ما المدرسه تفتح على اي حال. النصايح اللي هقولها دي من تجارب خاصه ليا وحاجات يعني مرت عليا لما كنت في المدرسه، وانا حاليا في المرحله الثانويه من المدرسه. ممكن تهم الناس اللي في الفتره ديت او الناس اللي في الثانويه بالذات، ويا رب يعجبكم الفيديو. طبعا هيكون في سلسله عوده للمدارس، بس ده هيكون اول فيديو بالنسبه للسلسله، وان شاء الله نستنى الفيديوهات الثانيه وان شاء الله هتعجبكم. طبعا لو انتم مش مشتركين في القناه بتاعتي اشتركوا في القناه بتاعتي عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه الجديده. اول نصيحه اقولها ان انت تكوني يعني كويسه مع كل اللي حواليكي، ودايما حاولي ان انت يكون عندك اكبر عدد من الاصدقاء، يعني حاولي تكوني صداقات كتيره، عشان بصراحه الاصحاب والصداقات دي بتكون حاجه حلوه جدا في المدرسه وبتحلي المدرسه وبتخليها يعني مش وحشه قوي زي ما احنا مش بنحبها. ودايما صاحبي الناس اللي انت بتحسي ان هم كويسين، الناس اللي بتنصحك بالخير، الناس اللي بتقولك تعملي حاجات كويسه، بيعتبروكي صديقه. بس لما انت بتعملي اصحاب دايما احترسي من الناس اللي بتكون بوشين او الاصدقاء المزيفين. يعني بصراحه الاصحاب دي هم الحاجه الوحيده اللي بتخلي المدرسه بصراحه يعني ليها طعم بجد. دايما تكوني على علاقه طيبه مع مدرسات والمعرفش المدير والناس دي، لان بصراحه ده هيفيدك انت بالنسبه للمدرسه، وهيفيدك لبعد المدرسه، وهيفيدك في حاجات كتيره جدا جدا. لان كل ما بتعاملي الناس كويس وكل ما يكون عندك علاقه كويسه مع كل الناس، كل ما يعني هتكوني محبوبه اكتر في المدرسه وفي اي حته. يعني بصراحه صحوه بالصبح او قومه الصبح، يعني ان احنا نصحى الصبح للمدرسه، دي اكتر الحاجات اللي انا بكرهها بالنسبه للمدرسه بصراحه. يعني بما اني من عشاق النوم يعني بكره صحوه الصباح جدا. اعتقد ان كل الناس بتعمل كده، يعني مش انا لوحدي اكيد. بس عشان الموضوع ده يبقى اسهل شويه، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انام بدري اول حاجه، وكمان بحاول دايما ان انا انام في وقت محدد. يعني كل يوم انام الساعه 8 او 9، يعني دايما بحاول انام في وقت محدد عشان جسمي يتعود وعقلي يتعود، ويعني لما اصحى ما اكونش في مزاج وحش قوي. لان لما نسهر والصبح عايزين ننام، ويعني بصراحه مزاجنا بيبقى زفت الصبح. لو نامي بدري عشان مزاجي الصبح يبقى احسن شويه، وتستقبلي فكره المدرسه بطريقه احسن. يعني كلام والمشاكل وقلنا وقالوا اوكي. انا هقولك يعني اكتر نصيحه هقولك في الموضوع ده ان انت تبعدي عن الكلام عن الناس خالص. يعني ما تتكلميش عن حد خالص، وما تهتميش لكلام الناس برضو خالص خالص. ودايما يعني ما تتكلميش عن الناس وهم مش موجودين بوحش، عشان مفيش حد بيسمع وبيسكت الايامات. ودايما حاولي ان انت تصلحي بين الناس مش تقربي بينهم. يعني لو حصلت مشكله بين صاحبتك الاثنين ما تقوليش انا مع دي ولا انا مع دي، لا خليكوا بعيد. ودايما حاولوا ان انتوا تصلحوا بين الناس. بس بالنسبه للدرجات العاليه، ازاي نجيب درجات عاليه طول السنه او درجاتنا تكون كويسه على الاقل؟ اعملي حاجاتك اول على اول. المذاكره اعمليها اول على اول عشان هترتاحي. يعني مثلا لو درستي الكلام اللي اخدتيه النهارده ساعه او نص ساعه خلاص هترتاحي عشان هتفتكريه لبكره، ونفس الكلام لبكره وبعده وكده. والواجبات اعملي الواجب النهارده واخلصي منه، بدل ما تقعدي تاجليه وما تعمليهوش وتاخدي درجات وحشه. كلام يعني لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يعني ابسط حاجه ما تاجليش عمل اليوم للغد، عشان التاجيل ده بقى بيجيب المشاكل بصراحه. يعني عشان كده اتعدلي من اول السنه، يعني اعملي حاجاتك اول باول عشان ترتاحي. والله بجد صدقوني ترتاحي لما بتعملي حاجاتك اول باول، عشان بتحسي ما فيش في قلبك حاجه، مش بتقلقي على حاجه. خامس حاجه انا عايزه اتكلم عنها اللي هي التنمر او البولينج او يعني المضايقه. يعني بالنسبه للناس اللي بتضايقك في المدرسه، يعني التنمر ده حاجه وحشه قوي قوي قوي، وبتحصل كتير جدا في امريكا بصراحه، يعني اكتر ما انت تتخيلوا. دي شويه معلومات عايزه اقولها لك عن التنمر او المضايقه قبل ما تبداي السنه. لو حد ازعجك او ضايقك يعني في حاجه، دايما طنشي الموضوع. يعني مثلا في ناس رخمه، يعني في ناس كده من طبعها كده رخمه، مش محتاجه اهتمام، ولا مش بتستاهل اهتمام ولا رد ولا كلام تاني. هم اللي كده رخمين، يعني خلقت ربنا كده رخمين. الناس دي طنشيها بجد. طنش الحمير تعيش امير، بسيطه. لان دي يعني حاجه بتحصل مره مرتين كده، مش كتيره قوي يعني. وتاني حاجه، لو الشخص ده بقى او الناس دي يعني
بتواصل ان هي تضايقك، دايما بتواصل ان هي تضايقك مثلا صحابك او بنات ما تعرفهمش. المهم لو في حد بيضايقك في المدرسه، اول حاجه روحي كلمي امك او ابوكي، يعني حد من عيلتك عشان يروح يكلم المدرسه والموضوع ده يتحل يعني بينهم، مش لازم انت تتدخلي وكده. اوكي ده يعني دي حاجه تانية الصح ان احنا نعملها. بصراحه انا ما عملتش كده، لما حد يضايقني او كده انا بصراحه يعني انسانه بزعل بسرعه وباخد الكلام على قلبي بسرعه، مع اني بحاول جدا ان انا ما اعملش كده وان الصح ان انا ما اعملش كده، بس برضو باخد الكلام على قلبي. اصح حاجه ان انت تروحي تقولي للمدرسه او لامك او ابوكي او حد مسؤول، عشان الموضوع ده هم يهتموا بيه، انت مالكيش دعوه. لو الناس دي دايما بتضايقك، يعني ناس رخمه لدرجه مش عاديه بقى، دي بقى لو رديتوا عليهم حتى رد عليهم رد بارد، يعني مش ما تتعصبيش، ما تعمليش فيها زعلانه، ما تاخديش كلامهم على قلبك، اعملي حالك مش مهتمه خالص، مش مهتمه بكلامهم وعامله ان هم مش موجودين. دي حاجه بتغيظ الناس اللي بتضايقك جدا جدا، يعني بنصحكم ان انتوا تعملوها، ودي بصراحه حاجه بتقهرهم. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تشوفوا انا بعمل ايه من غير اليوتيوب والوقت الفاضي، ويعني بنزل حاجات وبعمل ايه انت بتعتبريهم. اوكي اخر حاجه هتكلم عنها اللي هي الثقه بالنفس. لما تروحي المدرسه السنه الجايه دي خليكي واثقه من نفسك جدا لدرجه يقولوا هي شايفه نفسها ليه. عارفين نفسك؟ الثقه بالنفس مهمه جدا 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 جدا، يعني دي حاجه بتخلي الشخص من 0 ليبقى 10. الثقه بالنفس بس دايما يكون عندكم ثقه بنفسكم، يعني مهما كان الامر والوضع والمكان دايما خليكم على ثقه بنفسكم. ولو انت ما عندكيش ثقه في نفسك وعايزه يكون عندك ثقه في نفسك، يعني احسن نصيحه هقولها لك ان انت تمثلي ان انت عندك ثقه في نفسك، مثلا تمثلي ان انت واثقه من نفسك. بصراحه بجد بجد التمثيل ده هيتحول لحقيقه بعد فتره، عشان لما تمثلي حاجه هتحسي كأن هي حقيقه. وبكده خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم الفيديو. اضغطوا على زر السبسكرايب بسرعه 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 عشان عايزه نوصل لل 2000 باقرب وقت، عشان عايزه اعمل مسابقات، عايزه اعمل حاجات حلوه في القناه يعني بصراحه. ان شاء الله نوصل ل 2000 باقرب وقت، ويا رب يكون عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناه بتاعتي، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.